تاريخ أحداث بتهز الفكر والوجدان وما ينفعش تمر مرور الكرام. الحدث اللي هنتابعه معاكم النهارده هز قلوب الآلاف من شعب الكنيسة القبطية، واللي احتشدوا أمام كنيسة القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة جليل ميخائيل بالوراق علشان يشوفوا ظهور القديسة العذراء مريم في قبة الكنيسة بقلوب فرحانة وعيون معلقة بالسعادة. مشاهدينا تابعونا، والفرحة في قلوب كل الناس. من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ تحية وسلام نطق بهما لسان القديسة إليصابات عندما باركتها القديسة العذراء مريم بالزيارة، ونفس الكلمات هي لسان حالنا اليوم. آلاف من الجماهير احتشدت أمام كنيسة القديسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالوراق بعد أن ظهرت بطيفها فوق قباب الكنيسة وباركت بظهورها سماء القاهرة. ورغم برودة الليل كان دفء الحدث الجليل يملأ المكان، فلم يشعر أحد من الواقفين بالتعب. القلوب تمجد الله والألسنة تهلل: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ بدأ ظهورها ظهوراً كاملاً في كنيسة القديسة العذراء والملاك ميخائيل بالوراق يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2009، وهو اليوم الأول للظهور في تمام الساعة 12 مساءً، واستمر الظهور حتى 2 من صباح اليوم التالي. وكان ظهور أولاً فوق القبة الوسطى لهياكل الكنيسة، ثم انتقل بين القبة الوسطى والقبة القبلية. وكان يصاحب الظهور الحمام النوراني الذي استمر ظهوره في الأيام التالية ليوم الخميس فوق قباب الكنيسة. وكان الحمام النوراني يطير على مساحات واسعة ومختلف الأحجام. بالإضافة إلى بعض الظهورات في سماء القاهرة. وكان الحضور في اليوم الأول نحو 5000 شخص، أما في اليوم الثاني والثالث فتضاعفت الأعداد، وقد ساعدت قوات الأمن في تنظيم الموجودين وتأمينهم، وقدموا مجهودات كبيرة في حفظ الأمن للكنيسة. كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالوراق أنشئت عام 2000، وتم افتتاحها وتدشينها على يد قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث في 18 من إبريل عام 2000، ومساحتها 1200 متر، ويخدمها 3 من الآباء الكهنة، وتخدم 5000 أسرة. يذكر التاريخ المعاصر ظهورات عديدة لأمنا القديسة العذراء مريم في أماكن كثيرة حول العالم، وقد حظيت مصرنا الغالية بمباركة القديسة العذراء مريم مرات عديدة. من منا ينسى ظهورها على قباب كنيستها بالزيتون
عقب نكسة 67 في عام 1968. وكنيسة القديسة دميانة بأرض بابا دوبلو بشبرا عام 1986، ومناطق أخرى عديدة، وهي ظهورات موثقة من قبل الكنيسة، حيث كان يتم إيفاد لجنة متخصصة للاعتراف بالظهور وتأكيده، كما غطته وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية. زيارة القديسة العذراء هذه المرة في عشية اليوم الأول لشهر كياك، الذي تقوم فيه الكنيسة بمدائح كثيرة للسيدة العذراء، لأنها حملت وولدت لنا المخلص الذي أتى وخلص نفوسنا، تحمل فرحة خاصة في وقت مقدس. ظهور السيدة العذراء اليوم هو فرح كبير، وأفراح عديدة ورسائل كثيرة تحملها السماء لمنتظر الرب. رسالة الفرح والسلام اللي سابتها القديسة العذراء مريم في قلوب كل اللي شافوها بتؤكد إيمان كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وشفاعة القديسين اللي بيساندونا وبيرسلوا معونات السماء لينا في كل حين. سباني حبك يا فخر الرتاب، موسى رآكِ يا مريم عجب من عجب.